النشاط الرياضي البسيط الهادف. ما بالك بقى ده المشي، ما بالك بقى لو احنا لعبنا رياضه زي رياضه الهوكي، رياضه تنس الطاوله، رياضه السباحه، ما الى ذلك. فالرياضه علم مرتبط بجميع العلوم، فده اللي ادى ان اساتذتنا في لجنه قطاع يعني علوم الرياضه بقى اسمها لجنه قطاع علوم الرياضه قاموا بتغيير قاموا بتغيير مسمى كليات التربيه الرياضيه، كليات العلوم الرياضيه بقت اسمها كليات علوم الرياضه سبورت ساينس على كافه كليات التربيه الرياضيه. وبالتالي اتغيرت اللوائح التدريسيه في هذه الكليات ليتناسب مع المسمى الجديد والمقررات الدراسيه. هم طبعا شالوا بعض المقررات واضافوا بعض المقررات الاخرى بما يتناسب مع المسمى الجديد لكليات علوم الرياضه. المصطلح ده كمان في كل اوروبا وكل امريكا مفيش حاجه اسمها تربيه رياضيه، واسمها علوم رياضه سبورت ساينس. فهو ده الكونسيبت المفهوم. طيب برايك يا دكتور، مع تطور الاسم وتطور المحتوى كمان داخل الكليه والاقسام، هل بيتم الاستفاده المثلى من خريجي هذه الكليات اللي هي كليه علوم الرياضه بما يتناسب مع ما يقدم في هذه الكليات؟ تمام. هو طبعا في البدايه كان يعني انا يعني دفعه انا 96، كنت خريج 96 تربيه رياضيه زي المسمى القديم طبعا. فكان المسمى ده جالي تكليف بالتربيه والتعليم. ان انا ابقى مدرس زي ما بيقولوا كده تربيه رياضيه BC يعني في التربيه والتعليم. وانا طبعا بصفتي يعني ان انا كنت عايز ابقى في الجامعه وكده، فرفضت ان انا ابقى في التربيه والتعليم يعني، رغم ان انا مؤمن برساله التعليم ومؤمن باهميته، لكن انا كنت فضلت ان انا يعني اكون في الجامعه يعني. كان هدفي من البدايه ان انا ابقى استاذ في الجامعه يعني. رغم ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، واهميه ان احنا نربي اولادنا من الصغر لازم يكونوا والتنشئه الرياضيه وحصص الPE دلوقتي ليها اهميه على فكره، والولاد بيحبوها جدا وبينتظروها يعني في ايوه دي كان يعني كنت مقتنع بيها جدا، ومن داخلي يعني قلبي كان محبذ ان انا ابقى مدرس تربيه رياضيه في البدايه، لكن ان انا اتجهت ان انا ادرس النواحي الجامعيه يعني. فهو الخريج عندنا كان يعني بيتعين لو في مجال التربيه الرياضيه يا اما مدرس، يا اما في مجال رعايه الشباب او مديريه الشباب والرياضه كاخصائي رياضي، يا اما بيبقى معيد في الكليه او مدرس، بعد كده بيتدرج مدرس مساعد فمدرس فاستاذ مساعد فاستاذ دكتور. فبيبقى يا اما في اي احد الانديه، بيبقى بيشتغل في جيم، بيشتغل في فتنس كوتش، بيشتغل في مخطط احمال الرياضيه، بيشتغل مدرب يعني. هو احنا التربيه الرياضيه عموما بيدخل يا اما مدرس، يا اما مدرب، يا اما اخصائي رياضي في رعايه الشباب. فالمسمى يعني انت كتربيه رياضيه المفروض بقى انت تتخرج تشتغل مدرس بمسماها هذا. لان انت مع تعديل المسمى دلوقتي مع تعديل المجالات اتسعت بقى. انت ممكن عايزين نعرفه. انت ممكن بقى تشتغل كمدرب، كاداري، كاخصائي رياضي، في الجيم اللي منتشر دلوقتي في جيمات، كاخصائي علاج طبيعي، لان انت علمك مرتبط بده. فبالتالي لان انت بتشتغل على التمرينات التاهيليه للاصابات الرياضيه اللي بعد كده. وده الخلط اللي كان موجود ما بين دكاتره العلاج الطبيعي ودكاتره التربيه الرياضيه، ان هم مش عايزين يشتغلوا، لا احنا بنخش على جزء التمرينات، الدريلز، التدريبات اللي بتتعمل عشان خاطر يبقى فيه ريهابيتيشن، تاهيل من الاصابات الرياضيه المختلفه. علم النفس الرياضي كمان ده مجال محتاجينه جدا الفترات دي. السيكولوجي ان انت بقى وكمان ان يعني دلوقتي في اي فريق رياضي، طبعا في الرياضات اللي هي في الانديه الكبيره لازم يبقى فيه في التيم، لازم يبقى فيه زي ما في مدير
مدير فني، وزي طبعا. ما في مدرب مساعد، وزي ما في اخصائي علاج طبيعي وطبيب نعم. واداري للفريق، لازم يبقى أخصائي في نفسي. اخصائي نفسي طبعا. اللي هو السايكولوجيكال، اللي هو المسؤول عن الناحيه النفسيه للاعبين، لان اللاعب اللي بيجي لك بيبقى ضغوط الحياه طبعا.